السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في افضل واحسن حال. تعالوا بقى، شايفين الجمال والطعامة والحلاوة دي؟ حاجة كده جميلة جدا، وهنعمل مع بعض المدلعة. يعني هي من اسمها حاجة كده جميلة جدا وطعمة خالص. تعالوا نشوف بقى هنعملها ازاي بطريقة سهلة جدا وبسيطة خالص. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. أول حاجة هنا كده جبت نص كيلو من الكنافة وكسرتها. كنت حاططها في الفريزر لغاية ما جمدت معايا، وبعد كده كسرتها بكل سهولة. تمام. وبعد كده حطيتها في البولة وحطيت معلقة من السكر البودرة. وبعد كده قلبت كل الكلام دوت مع بعض، السكر مع الكنافة، ونزلت عليهم بالكوباية بتاعة السمنة. هيبقى حلو برضو لو سمنة بلدي. تمام. هقلبها بقى كويس جدا كده لغاية ما الكنافة تشرب من السمنة. وبعد كده احطها في الصينية. حطيت هنا الصينية فيها معلقة من السمنة. هبتدي كده ان انا اوزع السمنة في الصينية بالشكل ده، وهنزل بعد كده بالكنافة، واحاول بقى ان انا كده انزل الكمية كلها واساوي كمان الكنافة. شايفين بقى السهولة والبساطة. دخلتها كده الفرن على درجة حرارة 180 لغاية ما تحمر معاكي. هنا كده جبت كوبايتين ونص من السكر، عليهم 3 كوبايات ونص من المية بالشكل ده. هقلبها بقى كده لغاية السكر ما يدوب معايا، وهسيبها من 7 ل10 دقايق. وفي الاخر خالص هعصر نص ليمونة كده. حابة ان انت تزودي العسل عشان ده العسل للبسبوسة والكنافة. وكمان في الاخر نزلت برشة من الفانيليا. هنا كده الكنافة خلصت معايا وبقت معايا بالشكل ده. هنزل عليها بشوية من السيرب او العسل وهسقيها كده بالشكل ده. طبعا هي سخنة والسيرب بارد، ما ينفعش الاتنين يبقوا سخنين عشان ما تسكرش معاكي، وكمان عشان ما تطراش بالشكل ده كده. وهسيب شوية من السيرب عشان كمان لما البسبوسة تطلع اسقيها بالسيرب. وبعد كده عملت البسبوسة بقت معايا بالشكل ده. والطريقة بتاعت البسبوسة كنت عاملاها قبل كده على القناة، بس ما حبيتش ان انا اصورها تاني عشان الفيديو ما يطولش. الطريقة هتلاقوها على القناة. يعني بصراحة مفيش اجمل من كده بسبوسة هتاكلوها. جربيها بجد مش هتندمي. انا عملتها بنفس الطريقة بس كده. وبدأت ان انا اخد من العسل و سقيتها بالشكل ده وهي سخنة، وكمان السيرب سخن. طبعا هو كان برد، رجعته تاني كده على البوتاجاز لغاية ما سخن معايا. بعد كده سقيتها. بعد كده بدأت اعمل الكراميل اللي هنحطه على البسبوسة والكنافة بقى مع الكريمة. عملته بالشكل ده. جبت كوباية من السكر وبدأت ان انا سبته كده على البوتاجاز لغاية ما تكرمل معايا وبقى معايا بالشكل ده. جبت مكعبين كبار كده من الزبدة، وبدأت ساحت معايا، وهنزل عليهم بكوباية من اللبن. وبعد كده سبت شوية من اللبن، هنزل عليهم بشوية نشا عشان يربط معايا الكراميل. شايفين بقى بدأت السكر يعني ايه مسك في بعضه كده وبقى فيه تكتلات. ما تقلقيش خالص، الكراميل كده يعني مسك في نفسه، ما تخافيش خالص، ما بص ولا حاجة. كل ده هيفك معاكي، وفك معايا وبقى معايا بالشكل ده. ونزلت عليهم ببقية اللبن اللي حطيت عليه نشا. حطيت عليهم 3 معالق كبار من النشا لغاية ما ربط معايا. بس بعد كده هنعمل الكريم شانتيه. معايا هنا كوبايتين من الكريم شانتيه وكوباية ونص من اللبن المثلج وعلبة قشطة. تمام كده. هقلب بقى الكلام ده كده مع بعضه بالمضرب الكهربائي لغاية ما الكريمة تبقى معايا بالقوام ده. بعد كده هجيب علبة القشطة وهنزل بيها كده على الكريمة. لو مش عايزة الخطوة دي مش مشكلة خالص. حطيت هنا عشان الطعم بتاع السكريات اللي هيبقى في الشربات يبقى متعادل، فاهمين؟
ما تبقاش كل حاجة كده مسكرة وتجزع يعني. هنا القشطة ان هي ايه تظبط الدنيا شوية، ما تخليناش نجزع كده من الحلاوة بتاعت المدلعة. بعد كده الكنافة طلعت معايا بالشكل ده، جبتها وبردت تماما. بعد ما بردت كده جبت كيس حلواني وحطيت فيها شوية من الكريم شانتيه، وهبتدي ان انا انزل عليها كده بالكريم شانتيه. مش هسيب مكان بقى مفهوش كريم شانتيه والجمال والحلاوة اللي احنا عملناها مع بعض، والقشطة كمان حاجة كده رهيبة. شايفين بقى البسبوسة بعد ما شربت العسل كله، هبتدي بقى ان انا كده يعني اعملها بالشكل ده كده. هكسرها. طب هتكسريها ليه؟ علشان الصينية دي اصغر من الصينية التانية اللي احنا عملنا فيها الكنافة. هيبقى كويس جدا لو انتي عندك صينيتين قد بعض، وطبعا تحطي ورق زبدة في الاول خالص عشان تطلع معاكي بكل سهولة، وتحطيها فوق الكريم شانتيه يعني من غير ما تكسري بقى والكلام ده. بس كده اتصرفت يعني. وبعد كده جبت الكيس الحلواني وحطيت فيه برضو من الكريم شانتيه، وبدأت ان انا اوزعه بالشكل ده. شايفين بقى السهولة والبساطة خالص. وهبتدي بعد كده ان انا اساوي الكريم شانتيه على الكنافة. طبعا لو في اي زيادات او اي حاجة هنشيلها بالمنديل بكل سهولة. بقت معايا هنا جاهزة. شايفين بقى الجمال والحلاوة، حاجة كده خطيرة. طبعا بعد ما الكراميل برد تماما وربط. شايفين بعد ما برد كمان بقى عامل ازاي رهيب وتحفة جدا. بس كده نزلت بقى على الكريم شانتيه وابتديت ان انا اساوي برضو الكراميل، وبقى معايا بالشكل ده. قولولي بقى ايه رأيكم في الحلاوة والجمال ده كله. هنا كده جبت كيس وكنت حطيت فيه من الكراميل، بدأت ان انا اعمل خطوط كده عشان تدينا شكل في الاخر، شكل حلو كده ويفتح النفس يعني. متدلعة بقى ايه على الاخر يعني، حاجة رهيبة. بس كده. حابة ان انتي برضو تسيبي شوية من الكريم شانتيه تعملي بيهم خطوط، ده برضو حاجة ترجعلك. انا هنا كده كنت استخدمت الكريم شانتيه كله ولغاية ما خلص، ونسيت ان انا اخد من الكريم شانتيه. بس انا بفكرك اهو، خدي من الكريم شانتيه قبل ما تعملي اي حاجة معلقتين كده حلوين عشان تعمليهم في الاخر. وكنت سيحت شوكولاتة وعملت بيها خطوط برضو. جبت بقى بعد كده السيخ الخشب بتاع الشيش طاووق، وبدأت ان انا اروح يعني ايه رايحة جاية كده بالشكل ده. قربت برضو الكاميرا كده عشان تبقى واضحة. شايفين بقى السهولة وتديني الشكل الجميل ده. بس كده. يلا بقى متنسيش تعملي اللايك والاشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتيش عشان تنوريني وتشرفيني. كمان تفعلي الجرس عشان كمان ان شاء الله يوصلك كل جديد. واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.